حدثت لأسرتي مصيبة سوداء تثبت مدى العنصرية الاجتماعية والسياسية التي تعيشها مصر. من قبل الموجة التضخمية الأخيرة والطبقة المتوسطة بتعاني من ارتفاع الأسعار بشكل مرهق لميزانيتها. هل في مصر الآن طبقة متوسطة؟ نعم أم لا؟ نعم أم لا ولماذا؟ الطبقة المتوسطة التي يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقوم بإعادة الطبقة الوسطى المصرية من جديد بأسس جديدة. نزلت وبقت تحت الطبقة المتوسطة، دي في رقبة الدولة. في رقبتك انت يا حكومة، ماشي؟ أنا متعاطف معاك على فكرة جدا. ما حاجة تعصب يا أستاذ معتز، ما ينفعش الكلام ده. أعصابك، هدي أعصابك. البعض بيقول إنه في مصر على سبيل المثال لا يقل دخل من ينتمي للطبقة المتوسطة عن 5000 جنيه شهريا. يعني اللي انت بتقوله بالظبط ده ترجمته بالنسبة لي إن الطبقة المتوسطة ما بقتش موجودة. ولسه جاي تكتشف الموضوع ده دلوقتي؟ طب ما هو واضح من زمان. أكبر عدو بالمناسبة للطبقة الوسطى في المجتمع هو الغلاء. الله يفتح عليك يا ابو سعد، والله تاهت والاناهت. برغم الزياده اللي الحكومه زودتها في المرتبات من 2011 للنهارده يعتبر 3 اضعاف، الا ان الاسعار زادت 10 اضعاف. الناس يعني كانت بتتكلم على ان الرئيس يعني ضاغط على، انا ضاغط لان ما عندناش سبيل تاني، ما عنديش سبيل تاني. لا النهارده احنا في الوسط، لما نيجي نتكلم عن الواقع اللي تحت زي ما هو تحت، مهما يكن يا دوبك بيسد العوز اللي عنده، اما الطبقه الوسطى بتنهار لتحت. لما هاجي عايز اخرجكم من العوز واخليكم امه ذات شأن بفضل الله سبحانه وتعالى، تعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي، ازعل ولا ما ازعلش؟ لانه بالبلدي كده الناس اصبح مفعولا بهم وليسوا فاعلين. الفاعل الرئيسي الان هو الدوله. طب انا عايز اي حد من اللي موجودين في ال 100 مليون مصري دول يقول لي اعمل ايه وانا اعمل، او هو يجي يعني. لن اسمح لهم بالاقتراب من الكرسي ده، لان انا لن اسمح، والله العظيم لن اسمح. الله يخرب بيتك، بس هتقول لنا مالك انت يا عم، مالك انت ومالي في ايه؟ الله. خليني اخد تاثير التخفيض في سعر الجنيه على الطبقه المتوسطه في مصر، شايفه ازاي؟ على سبيل المثال كان بياخد 5000 جنيه بعد التعويم، 5000 جنيه القوه الشرائيه بتاعتها وصلت ل 2000 جنيه مش 2500. ايه يا اولاد الاسعار دي؟ ده في حاجات اسعارها 3 ارقام. احنا حرصنا على ان احنا التطوير ده يهدف الى تحسين العمليه التعليميه وليس هدم مستقبل ابنائنا. ان معظم ابناء هذه الطبقه ما بقاش عندهم ثقه كافيه في التعليم الحكومي. خير مالك؟ اهدى بس، عصبي ليه كده؟ وايه اللي انت ماسكه في ايدك ده؟ ده يا سيدي فيلم ثقافي عن الفراعنه بيتباع في المدرسه يا استاذ محروس، في المدرسه. عندك عده انواع من التعليم، ولكن تعليم للصفوه والقادرين وتعليم لباقي خلق الله. مدارس انترناشونال التكلفه لا تقل عن 80,000 جنيه في السنه. طب والخاصه؟ لا تقل عن 20,000 جنيه. مفيش حاجه ب 2000. الطبقه المتوسطه النهارده بتعاني وبتضحك على نفسها وبتوهم نفسها انها بتعلم ابنها. ما عندناش تعليم جيد، انا بقول لك. الطبقه المتوسطه فيها ناس كتير عايشين مستورين، بس بشرط الا يمرض منهم احد. اوقات بتبقى الاقامه في مستشفى اغلى من الاقامه في فندق. ولذلك حتى كمان ان التامين الصحي ما هوش على درجه من الكفاءه بحيث ان هو يدي الحاجات الصحيه للطبقه كلها. مش عارف اعالج، مش عارف اشغل، مش عارف اسكن. قرفان من الدنيا، مش عارف انا جيت الكوكب ده ليه. هل الطبقه الوسطى مظلومه في مصر حاليا؟ طبعا. ليه؟ لان الدوله عادت راس المال للحكم والسيطره، وراس المال لا يعرف لا مله ولا دين ولا وطن، يعرف ازاي يكسب. شايفيننا مهتمين فقط بالطبقه المتوسطه والاغنياء ولا بالكل؟ هل في تحيز من الدوله للطبقات الدنيا عشان هي الاغلبيه؟ لا. في تحيز لا للطبقات الدنيا ولا للطبقه الوسطى، انما للي فوق. كما سبق ووضحنا، بس انت كنت نايم يا محترم، واحنا بنقول عظمه وبنشرح لك درس ثقافي مهم. انت مثلا تيجي تنظر الى عدد من ما يسمى المشروعات القوميه، وتاخد العاصمه الاداريه كمثال، وتسال سؤال بسيط جدا: ما هي الفئات المستفيده؟ هجيب له شقه في هذا المكان تعمل لنا النهارده 3 مليون ولا 4 مليون منين؟ وانا موظف. المصريين معاهم فلوس كتير، سواء كانوا مستثمرين او حتى مواطنين عاديين. إن مصر داخلة على كارثة تاريخية لو فضلت الأمور تدار بهذا الشكل. 5 بالحب.